اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. طبعا بالليل بنبقى عايزين اي حاجه في البرد اللي احنا فيه ده، عايزين اي حاجه ناكلها تكون سريعه وسهله وتكون مكوناتها في البيت. ما ينفعش مش عايزين بقى لسه نجيب حاجه او كده، لا احنا هنجيب بقى، هنعمل النهارده باستا فلورا. كانت حلوه جدا وهتعجبكم وسهله وسريعه، واللي عاملين رجيم او كده ممكن ياكلوا قطعه واحده، مش شرط يعني يكتروا. هنبدأ بقى ان شاء الله في المكونات. هي كده شكلها النهائي بعد ما خلصت خالص وخرجت من الفرن. طبعا ممكن بقى نحط فوق عليها قطعة ايس كريم، اي حاجة اللي هي جبنة يعني. هي مكوناتها سهلة وبسيطة. دلوقتي نسمي الله ونبدأ بقى المكونات. اول حاجة هنجيب بولة ونحط فيها نص كوباية زبدة، نص كوباية زبدة وبيضاية واحدة بس، وكيس فانيليا، ربع كوباية زيت. ونقلب كل الحاجات دي، بس اهم حاجة تكون زبدة سايحة، يعني مش في التلاجة او كده بقالها فترة، لا عايزينها تكون بدرجة حرارة الغرفة. ونقلب الحاجات دي كلها. طبعا مش هنحتاج مضرب بيض او حاجه، الوصفه دي تحتاج تتضرب اما بالمضرب العادي او بالمعلقه عادي. ومعلقتين خل صغيرين. كل المكونات دي هنحطها مع بعض ونقلبها كويس جدا لغايه ما تمتزج. ونص كوبايه سكر. بعد كده هنجيب المضرب وهنضرب فيهم شويه كده لغايه ما يختلطوا. مش لازم طبعا برضو نختلطهم قوي او نضربهم لغايه ما يغيروا لونهم او حاجه، لا عادي ممكن نضرب عادي بالراحه كده بالمعلقه، مش لازم نستخدم اساسا مضرب خالص. متنسوش يا جماعه ذكر الله والصلاه على النبي في كل اوقات الفاضيه اللي في الفيديو او في طول اليوم عموما عشان ربنا يكرمنا. كده حطينا ربع كوبايه زيت، نص كوبايه زبده، نص كوبايه سكر، بيضه واحده بس، ونقلب مع بعض، وكيس فانيليا. نقلب كده مع بعض كويس قوي. بعد ما نخلص بقى الخطوه دي هننزل بالدقيق على طول، 3 كوبايات دقيق بالظبط. 3 كوبايات دقيق بنفس الكوبايه اللي حطينا بيها الزبده وحطينا بيها الزيت. كله بتبقى كوبايه واحده اللي نحط فيها المعايير كلها. وبعد ما نحط الدقيق ونقلبه، هنشيل طبعا المضرب خالص ونقلب بالمعلقه. اول ما نلاقي الدقيق ابتدى يختفي واحنا بنقلب، هنبتدي بقى نشيل حتى المعلقه ونبتدي بقى نعمل العجينه بايدينا. اول ما نقلب المعلقه كويس جدا لغايه ما الدقيق يختفي خالص. بعد كده هنشيل المعلقه وندخل بقى بايدينا نعملها بقى عجينه. احنا تقريبا هنقلبها بايدينا يعني دقيقه او دقيقه ونص، هتبقى عجينه كويسه جدا. هي مقدارها مظبوطه ما شاء الله، وهتلاقيها يعني عملت على طول، اتعجنت على طول بالمنظر ده كده. مش شرط كل مره نعمل كيكه، نعمل رز بلبن، لا نعمل حاجات جديده ونغير في الاكلات واصناف الحلويات عشان خاطر الاولاد يحبوا ان هم ياكلوها يعني. تمام. والاول ما هنعمل العجينه ونيجي نقطمها كده بايدينا نلاقيها قطمت في ايدينا، يبقى هي كده مظبوطه زي ما انا هوريكم دلوقتي. تقطم كده، اول ما تعمل كده يبقى خلاص كده العجينه مظبوطه. هنبتدي بقى ناخد تلتين وتلت، يعني نقسمها حته كبيره وحته صغيره. طبعا اكيد عارفين الحته الصغيره دي بتاعه الوش اللي احنا هنعمل بيها الوش، والوش ده ممكن نعمله بكذا طريقه، والحته الصغيره اللي هنعمل بيه الطرط اصلا نفسه. تمام كده. هنسيبها نرتاح مثلا دقيقتين او حاجه بالمنظر ده. متنسوش يا جماعه شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر. ولو عندكم اي اراء او اي كومنتات يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات تحت. كده بقى هنجيب اللي هي الحته الكبيره، الجزء الكبير اللي هو التلتين العجينه يعتبر، وهنفضل نعمله كده بايدينا من جوه لبره عشان نخلي الحته التخينه تبقى من بره، وبرده اللي من تحت ما يبقاش رفيع قوي، عايزين برضو يبقى سمكه معقول يعني. بعد كده بنفرد الطرط يعتبر كله في الصينيه كده ونطلع الجناب لفوق. لو في صينيه طرط طبعا اللي هي بتتفتح دي تبقى احسن يعني، بس لو مفيش برضو بنتصرف. نعمل كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه. بس لغايه ما نسويها ونحس ان هي اتسوت كلها، الشكل كله بقى شكل واحد. هنجيب بقى الشوكه طبعا عشان حاطين فيها بيكنج باودر. في المقادير بيكنج باودر، مش فاكره انا قلت ولا لا، بس في المقادير كيس بيكنج باودر. هنعمل بالشوكه كده العجينه كلها عشان ما تنفش معانا قوي وتبقى مش حلوه. بس كده هنعملها كلها كده بالشوكه.
كده يبقى الطرد خلاص خلص وجاهز ان احنا نحط عليه طبعا المربى طبعا النوع اللي احنا حابيناه، سواء تين، فراولة، مش اللي احنا عايزينه. احنا استخدمنا طبعا مربى التين. لما نفتح العلبة هنقلب طبعا كل اللي في المربى كويس جدا عشان ما تبقاش كتل كده، وتبقى يعني سمكه كويس. وبعد كده هنحطها بقى كده على الطرف ده، وبعد كده نحط بقى الكميه اللي احنا بنحبها كتير هنحط كتير، بنحبها قليل نحط قليل، بنحبها وسط، يعني زي ما احنا عايزين هنعملها بالمنظر ده. وبعد كده هنحط بقى العجينه الباقيه بقى نعملها الشكل اللي احنا عايزينه. هي اصلا الشكل المعتاد ان هي تبقى شرايط كده فوق الوش، انا غيرت فيها وعملتها. هنعجن دلوقتي الربع اللي فاضل ونعملها قلوب ونحطها كده على الصينيه من فوق كانها قلوب كده، يعني هنقفل بيها قلوب كده. وممكن نبشر العجينه، ممكن نحطها في الفريزر 15 دقايق ولا حاجه ونطلعها، نجيب المبشره ونبشرها فوق الطرت ده كله، نغطي الوش بالعجينه المبشوره برضو بتطلع حلوه جدا. بالظبط كده. وهنجيب بقى ممكن نعمل دواير، نعمل مربعات، اللي احنا الشكل اللي احنا عايزينه. الحته اللي فوق دي بقى طبعا باختياركم انتوا على حسب اللي عايزه يعني يعمله. وهنجيب اللي احنا عندنا شكل قلوب هنعمل بيها، هنطلع القلوب كلها ونحطها فوق الطرت بقى، نحط بالشكل برضو يعملوا بشكل حلو كده عشان تطلع في الاخر شكلها حلو. نطلع القلوب كده ونحطها بالترتيب على الطرت نفسه. ونحاول واحنا بنطلع القلوب دي متبقاش يبقى ايدينا خفيفة عليها عشان ما تتقطعش في ايدينا، نعملها بالراحة جدا المنظر ده كده. ونحط بقى كده، نحاول نرص الصينية كلها بالقلوب دي. متنسوش يا جماعة الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويقويهم وتكون ايام سهلة عليهم يا رب ان شاء الله. بس كده طبعا خلاص الطرت يعتبر خلص معانا. هنخلص بقى حتة العجينة اللي هي الربع اللي احنا شلناه من العجينة، هنخلصها بقى بعد ما كلها قلوب قلوب. لو فاض حتة برضه هنطورها كده في وسط الطرت وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. بس كده بالمنظر ده خلاص بقى احنا فاضل حتة عجينة فقلنا نحطها في اي مكان يعني، لكن هي هو كده الطريقة بتاعته يعتبر خلصت. بعد كده هنخبزه بقى، هنحطه فرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هنشغل تحت الاول بس شويه، وبعد ما نحس ان هو خلاص الطرت ابتدى يسيب الصينيه كده وابتدى يحمر، هنشغل بقى من فوق شويه شويه. اول ما ياخد لون يبقى كده خلاص الطرت استوى، ويبقى كده الباستا فلورا بتاعتنا استوت وخلاص جاهزت. سهله جدا، ما خدتش تقريبا ربع ساعه وكانت جاهزه يعني. تمام كده خلاص خلصت. هندخلها بقى الفرن ونرجع تاني نوريكم. انتوا طبعا شفتوا شكلها في الاول كده خلاص دخلت الفرن كده خلاص بقى استوت وخلاص طلعت، وكان شكلها جميل جدا يعني تغيير، وكان طعمها كمان حلو جدا. ولو ولادك ما بياكلوش المربى ممكن ياكلوها بالطريقه دي، مش هيعرفوا اصلا ان هي مربى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تكتبوا لنا كومنتات وتقولوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان نعمل لكم فيديوهات تانية اكتر. ولو عايزين اي ولو عايزين اي حاجه او اي وصفه يا ريت تكتبوها لنا تحت وقولها لنا، واحنا ان شاء الله هنعملها. وشجعونا بقى، عايزين لايكات كتير وكده. بس كده الشكل النهائي. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. بس كده، مع السلامة.